مرحبا بكم مجددا. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. في فيديو اليوم سنتحدث عن الدليل الاحترافي الشامل لتنظيم سفر حاملي الجواز السوري، وكيف تعمل الوكالات السياحية المحترفة في تحليل ملفات العملاء واختيار الوجهات المناسبة وتجهيز ملفات التأشيرات بشكل احترافي وواقعي. وسنتعرف أيضاً على الدول السهلة والصعبة لحاملي الجواز السوري، وأهم الأخطاء التي تسبب رفض التأشيرات، وكيف يتم بناء ملف قوي يقلل من احتمالية الرفض ويرفع فرص القبول. لذلك، إذا كنتم تعملون في المجال السياحي أو ترغبون بفهم سوق السفر الخاص بالجواز السوري بشكل احترافي، فهذا الفيديو سيعطيكم تصوراً عملياً وواقعياً عن طريقة العمل الحقيقية داخل شركات السياحة والتأشيرات. والآن لنبدأ. الدليل الاحترافي الشامل لتنظيم سفر حاملي الجواز السوري، من تحليل العميل وحتى إصدار التأشيرة وبناء البرنامج السياحي الكامل. مقدمة مهمة: العمل في تنظيم سفر حاملي الجواز السوري يختلف عن أي سوق آخر، لأن التحدي الحقيقي ليس فقط حجز رحلة، بل فهم وضع الجواز السوري بكل دولة، ومعرفة احتمالية القبول أو الرفض، وتجهيز ملف قوي للتأشيرة، واختيار الوجهة المناسبة حسب وضع العميل المالي والوظيفي والعائلي، وتقليل المخاطر على العميل والوكالة. لهذا السبب، موظف السياحة المتخصص بالسوق السوري يجب أن يكون خبير تأشيرات، ومستشار سفر، ومحلل مخاطر، ومنسق عمليات كامل. واقع الجواز السوري عالمياً: حاملو الجواز السوري يواجهون قيوداً كبيرة في السفر مقارنة ببقية الجنسيات، لكن ما زالت هناك دول تسمح بالدخول بدون تأشيرة، أو بتأشيرة عند الوصول، أو بتأشيرة إلكترونية، بينما توجد دول شبه مغلقة أو صعبة جداً للسوريين. ويجب الانتباه إلى أن القوانين تتغير باستمرار، وبعض الدول قد تسمح بالدخول لفئات معينة فقط، مثل أصحاب الإقامات الخليجية، وأصحاب الفيزا الأمريكية أو الأوروبية، والعائلات، أو بحسب العمر والجنس. أولاً، مراحل العمل الكاملة من لحظة استلام جواز العميل حتى تسليمه البرنامج. المرحلة الأولى: استقبال العميل وتحليل حالته. أول خطأ تقع فيه كثير من الوكالات هو أنها تعرض وجهات قبل فهم وضع العميل. الموظف المحترف يبدأ بتحليل العميل بالكامل، والمعلومات التي يجب جمعها تشمل العمر، والحالة الاجتماعية، ومكان الإقامة الحالي، وهل لديه إقامة خليجية أو جنسية ثانية، والمهنة، والراتب، وكشف الحساب البنكي، وهل سبق له السفر أو لديه رفض سابق أو دعوة خارجية أو أقارب بالخارج. المرحلة الثانية: تصنيف العميل. هنا تبدأ الاحترافية الحقيقية، فليس كل العملاء مناسبين لنفس الوجهات. على سبيل المثال، إذا كان العميل شاباً أعزب ولا يملك سجل سفر قوياً وحسابه البنكي ضعيفاً، فغالباً تكون أوروبا وأمريكا خيارات صعبة جداً، بينما قد تكون بعض دول شرق آسيا أو بعض الدول العربية أكثر واقعية. أما العميل المتزوج والذي يمتلك وظيفة مستقرة وحساباً ممتازاً وسفرات سابقة، فقد تكون لديه فرص أفضل في أوروبا أو بريطانيا أو كندا. المرحلة الثالثة: اختيار الوجهة المناسبة. هنا يجب على الموظف أن يعرف الدول المفتوحة للسوريين، والدول التي تحتاج موافقات أمنية، والدول السهلة، والدول الخطرة بالرفض، والدول التي تتغير قوانينها باستمرار. ثانياً، تصنيف الدول لحاملي الجواز السوري. الفئة الأولى: دول بدون تأشيرة أو بإجراءات سهلة نسبياً، ومن أشهرها ماليزيا، وتعتبر من أكثر الوجهات المناسبة للسوريين خصوصاً للعائلات، بسبب الطبيعة الجميلة والأسعار المتنوعة وسهولة الإجراءات نسبياً. وأشهر البرامج هناك تشمل كوالالمبور، واللينكاوي،
وبينانغ وجنتينغ. كما توجد وجهات أخرى مثل إيران ودومينيكا وساموا ومايكرونيزيا وجزر كوك. لكن بعض هذه الوجهات ليست عملية أو شائعة للسوريين بسبب بعدها الجغرافي. الفئة الثانية: الدول التي تعتمد على التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة الوصول، ومن أهمها تركيا، وتعتبر من أكثر الوجهات طلباً بسبب القرب الجغرافي والأسعار المناسبة وكثرة الخيارات السياحية والعلاجية. لكن التحدي الحقيقي في تركيا هو تغير القوانين باستمرار، إضافة إلى اختلاف القبول حسب الإقامة والمهنة والحساب البنكي. ومن أشهر البرامج هناك إسطنبول وطرابزون وبورصة وأنطاليا وسبانغا. كما تعتبر الإمارات من الوجهات المطلوبة جداً للسوريين، لكن سياسات الدخول تتغير باستمرار، وقد تختلف الموافقات حسب العمر والجنس والوضع الأمني. ومن الوجهات المهمة أيضاً جورجيا وأرمينيا وإندونيسيا وسريلانكا والمالديف وسيشل ولبنان ومصر. أما الفئة الثالثة فهي الدول الصعبة جداً أو التي تحتاج ملفات قوية، مثل دول الشنغن الأوروبية وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا. فهذه الدول لا ترفض السوريين رسمياً، لكن الحصول على التأشيرة يحتاج إلى ملف قوي جداً وإثباتات مالية ووظيفية وسجل سفر ممتاز. ومن أهم المستندات المطلوبة عادة جواز سفر صالح وكشف حساب قوي وإثبات عمل وحجوزات احترافية وخطة سفر كاملة ومنطقية. وهنا تظهر احترافية الوكالة الحقيقية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الرحلة إلى باريس ثم سويسرا، يجب أن يكون خط السير منطقياً ومقنعاً للسفارة. ثالثاً، كيف تبني ملف تأشيرة قوي للسوري؟ هذه تعتبر أهم نقطة في المجال بالكامل. ومن أهم عوامل القبول وجود حركة حساب حقيقية وسجل سفر جيد ووظيفة مستقرة وحجوزات احترافية خالية من الأخطاء. رابعاً، خطوات العمل التشغيلية داخل الوكالة، وتبدأ بفتح ملف العميل، ثم تقييم احتمالية النجاح، ثم توقيع العقود، ثم تجهيز المستندات والترجمة والتصديقات والحجوزات والتأمين. خامساً، أهم مشاكل السوق السوري، من أبرزها التغير السريع للقوانين والرفض بدون أسباب واضحة، ووجود بعض العملاء الذين يقدمون بيانات غير صحيحة أو يخفون رفضاً سابقاً، مما قد يدمر الملف بالكامل. سادساً، الدول التي قد تكون ممنوعة أو شديدة التقييد. بعض الدول لا تعلن منعاً رسمياً، لكنها عملياً ترفض أغلب الطلبات، أو توقف إصدار التأشيرات مؤقتاً، أو تفرض موافقات أمنية معقدة، وقد يختلف ذلك حسب العمر والجنس والوضع الأمني ومكان الإقامة ووجود إقامة بدولة أخرى. وهنا توجد نقطة مهمة جداً: وجود دولة بدون فيزا لا يعني الدخول التلقائي، فضابط الحدود قد يطلب حجز فندق أو تذكرة عودة أو مبلغاً مالياً أو تأمين سفر أو سبب الزيارة، وقد يمنع الدخول حتى لو كانت الدولة بدون تأشيرة. سابعاً، المهارات المطلوبة لموظف التأشيرات السوري: يجب أن يتقن تحليل الملفات وقراءة سياسات السفارات وكتابة cover letter احترافي وبناء برامج سفر منطقية ومعرفة احتمالات الرفض. ثامناً، أكثر الوجهات الواقعية حالياً للسوريين: الوجهات السهلة نسبياً، ماليزيا وجورجيا وأرمينيا وإندونيسيا وبعض الدول العربية. أما الوجهات متوسطة الصعوبة فهي تركيا والإمارات ومصر وبعض دول شرق آسيا. أما الوجهات الصعبة جداً فهي بريطانيا وكندا وأمريكا ودول الشنغن الأوروبية. وأهم نصيحة احترافية في سوق الجواز السوري: لا تعتمد أبداً على فيديو قديم أو منشور قديم، لأن القوانين تتغير بسرعة، وبعض الدول
قد توقف الدخول فجأة، وبعض شركات الطيران قد تمنع الصعود إذا كان الملف غير واضح. لذلك، الوكالات المحترفة تراجع دائماً شركة الطيران ونظام تايماتيك وتعليمات السفارة وتحديثات الهجرة قبل أي حجز نهائي. وفي النهاية، في سوق الجواز السوري، النجاح الحقيقي لا يعتمد فقط على الحجز، بل يعتمد على اختيار الوجهة الصحيحة، وفهم عقلية السفارة، وبناء ملف منطقي، والصدق مع العميل، ومتابعة القوانين بشكل يومي. لأن أي خطأ صغير قد يسبب رفض التأشيرة أو خسارة مالية أو منعاً مستقبلياً للعميل. ولا تنسوا الاشتراك ومتابعة الحساب لمزيد من الفيديوهات التأهيلية والمهني الاحترافي في عالم السياحة والسفر وإدارة التأشيرات.